من غير بيض هنعمل أحلى كيكة شوكولاتة خفيفة وصحية جدا بفراستنج لذيذ من غير سكر. أول حاجة مكونات الجافة كوباية من الدقيق، وهيبقى عليها تلت كوباية من الكاكاو الخام، وعليها 3/4 كوباية من السكر البني، نص معلقة من بيكربونات الصودا، ورشة ملح. قلبوا المكونات الجافة مع بعض وسيبوها على جنب. تعالوا بقى هنا هتحطوا ربع كوباية من الزبادي، يكون زبادي لايت، وحطوا معاها كمان ربع كوباية من زيت جوز الهند، حبة فانيليا، و3/4 كوباية من المية، مية عادية خالص. اضربوا ده وبعدين حطوا ده على ده، بس كده. شفتوا بقى الموضوع كله في منتهى البساطه. قلبوا بالشوكه وما تضربوش جامد قوي، مجرد تقليب بالشوكه حتى لما الخليط يمتزج كده. في صينيه مدهونه وفيها ورقه زبده من تحت حطوا بقى الكيكه، وتكونوا فاتحين الفرن على درجه 180، او لو فرن مروحه كهرباء يبقى 160. هتقعد في الفرن حوالي 25 دقيقه. تعالوا نعمل فروستنج برضو خفيف. عندنا هنا نص كوبايه من اللبن قليل الدسم، هيبقى معاه معلقتين من الكاكاو الخام، وعندنا هنا اهو تلت كوبايه من شوكليت شيبس. هي دي الحاجه الوحيده اللي هنستخدمها. بعد ما يغلي اللبن كده مع الكاكاو هنحطه على الشوكليت شيبس بالشكل ده. قلبه كويس قوي فالشوكليت شيبس كلها تدوب خالص خالص، ويبقى القوام كريمي بالشكل وناعم ده. الشوكليت شيبس دي ما تبقاش دارك، تبقى ملك احسن. الكيكه طلعت، بصوا نفخه ونفشه ازاي من غير بيض ولا اي حاجه خالص. اعجاز صح؟ طيب سيبوها تهدى خالص، وبعدين شيلوا بقى الجزء اللي هو منتفخ من فوق ده، وبعدين غطوه بالفروستنج اللذيذ ده. والفروستنج ده لو حابين تضيفوا له شويه عسل وانتوا بتعملوه تمام ممكن، وشويه شوكولاته شيبس على الوش، وبعدين استمتعوا باحلى واخف والذ كيكه شوكولاته قليله الدهون قليله السعرات في منتهى الجمال.